عندما تشعر بالوحدة والإهمال فتلك هي اللحظة المثالية لتستمع إلى هذه القصة. كان حدير يرافق وفدا من اليمن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند وصولهم طلب الوفد من حدير البقاء مع الإبل لحراستها، ودخلوا على الرسول وبايعوه وابلغوه إن حدير بيبايعه ولكنه في الخارج مع متاعنا والإبل. وبعدما انتهى اللقاء مع الرسول أعطاهم الرسول هدايا فأخذوها ونسيوا أن يأخذوا لحدير وهو جالسا عند الإبل يذكر الله. في طريق عودتهم شاهدوا رجلا يركض نحوهم بسرعة، وعندما وقفوا قال: أفيكم حدير؟ قالوا: نعم. فقال: من؟ فقال حدير: أنا. قال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليك هديتك. قام حدير وقال: كيف؟ قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وقال إن الله يخبرك ألا تنسى حدير. حدير في تلك اللحظة قال: اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حدير